السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتك يا ديليس، ومرحبا بالمشتركين الجدد. شرفتوني ونورتوني. اقتراح ديال اليوم عبارة على شباكية بدون شباك بمقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وفضلا وليس امرا على الاشتراك في قناتك يا ديليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليق جميل للاستمراريه وتشجيع القناه، وما تنسوش تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب، ولكم جزيل الشكر. لهذه الوصفه غادي نحتاجو 500 غرام ديال الفورص اولا الدقيق الابيض، 100 مليلتر ديال الزيت النباتيه، 100 غرام ديال الزنجلان، انا هنا استعملت الابيض ممكن تستعملوا الاسمر، 100 مليلتر ديال الماء، 100 مليلتر ديال ماء الزهر. وغادي نحتاج كذلك معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه صغيره ديال القرفه، 50 غرام ديال الزبده، والقليل من زعفران الشعره ممكن تستغناو عليه. اول حاجه غادي نبدا بها، غادا نطحن الزنجلان والنافع، وغادا ناخذ زعفران الشعره، غادا نخويه في نص كاس ديال العنبه ديال ماء الزهر، ممكن تعوضوه بالكركم الا ما توفرش عندكم هاد زعفران الشعره. غادا ناخذ ان ريسيبيون وغادا نغربل فيه الدقيق، الكميه اللي عندي 500 غرام، وغادا نغربل كذلك الزنجلان والنافع اللي سبق ليا وطحنت. من الافضل يكونوا هاد العناصر كاملين مغربلين، ونخلطوا العناصر ديالنا ونزيدوا البقيه ديال النواشف اللي عندنا، القرفه والملحه وخميره الحلويات. نخلطوا العناصر ديالنا، ودابا غادي نبداو نزيدوا في السوائل. عندنا 50 غرام ديال الزبده، من بعد ما ذوبناها غادي نزيدوها في هذا الخليط اولا على هاد النواشف. غادا نزيد كذلك 100 مليلتر ديال الزيت النباتيه، وغادا نخلط هاد العناصر، نحاول ندخل هاد الدهون في الخليط ديالي. وغادا نزيد نص كاس ديال الماء الزهر اللي انا رقت فيه زعفران شعره، ونخلط العناصر اللي عندي، ونزيد نص كاس ديال الماء. الماء هنا كيبقى على حساب الجوده ديال الدقيق، الا مازال خصكم الماء ممكن تزيدوا. المهم العجينه خاصها تكون ما قاصحه ما رطبه، نستمر حتى نجمع العجين ديالي ونعاودو نتلاقاو. العجينه ديالتي ها هي تجمعات، ما زدتهاش الماء ما والو. هذاك نص كاس الماء ونص كاس ديال الماء الزهر قدني، غادا نغطي عليها ونخليها ترتاح ساعه المكانه ونعاودو نتلاقاو. غادي ناخذوا العجينه ديالتنا من بعد ما دازت ساعه المكانه، وغادي نقسموها على 4، وغادا ناخذ الكره الاولى وغادا نسرحها على شكل الطولي غير بالدلاك اولا الحلال. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الماكينه غادا نستعمل معكم غير هاد الحلال، وغادا نطويها على هاد الشكل وغادا نخليها ترتاح. وغادا نستمر بنفس العمليه مع الكويرات اللي باقين عندي. وإلا بغيتو الشباكيه تجيكم رقيقه بزاف ممكن تكرروا هاد العمليه 3 المرات حتى ل 4 المرات. انا درتها مره واحده لانني كتعجبني الشباكيه شويه ايبيس. غادي ناخذ العجينه ديالتنا وغادي نحلوها بالحلال اولا الدلاك ونحاولوا نرقوها مزيان. ونقادوها من الجناب، نحيدو دوك الشوائب على هذا الشكل، وغادي نبداو نقطعوا اشرطه طوليه. وكيف ما سبق ليا وذكرت ليبيسور نتوما اللي كتحكموا فيها، سواء بغيتو الشباكيه غليظه ولا رقيقه، هادشي
كيرجع لكم. اما لا باز هما لي زانغريديون اولا المقادير اللي استعملت، ومقادير سهله وبسيطه وحتى شباكيه كتجي رائعه وزوينه. هنا غادا نحاول نقاد لكم باش تشوفوا كيفاش صايبت هاد الشباكيه. هنا كتحاولوا ديروا بحال صورت دو زيكزاك، وحنا كنقادو هاد الاشرطه وحده فوق وحده على هاد الشكل، وغادي نحاولوا نزيروا مزيان من الجناب ونسوسوا هاد الشباكيه ونفرقوا هاد الشرائط على بعضياتهم. وضروري ما تزيروا الجناب باش ما تحلش الشباكيه في الطياب. غادا نعاود معكم شريط اخر على هذا الشكل. هي شباكيه سهله ما كتاخذش وقت كثير في التشباك. غادا نسوس على هذا الشكل وغادا نجمع مزيان الجناب نزيرهم. ونستمر بنفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي هنا. الا كان عندكم الفائض ديال العجين ممكن تحيدوه بالجراره. فرقوا الاشرطه على بعضياتها على هذا الشكل ونزيروا الجناب. انا هنا الشباكيه درتها صغيره. نكمل الكميه اللي عندي نعاودو نتلاقاو. الشباكيه ديالتي ها هي واجده. غادا نتسنى عليها واحد نص ساعه وغادا نطيبها. هنا عندي العسل وجدته حتى هو والزيت للقلي. انا بديت عمليه القلي والمقله الاولى ها هي طابت ودرتها في العسل. نتسنى عليها حتى تشرب شويه ديال العسل. والمقله الثانيه ها هي كطيب. نسالي الطياب ديال الشباكيه ونعاودو نتلاقاو. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالتنا. كنتمنى ان الطريقه ديالتي تعجبكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بالتعليق. بارطاجي مي فيديو مع العائله ومع الاصدقاء اللي تاهم الفائده. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناه ركيه ديليس عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والى اللقاء. ركيه ديليس.